السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل لكم طبق كشك صعيدي بالبيض وبالزبدة، وان شاء الله هيعجبكم بإذن الله. ادي الكشك اهو، في ناس ما تعرفوش ده اسمه كشك صعيدي. وادي الزبدة اللي هنعمله بيها، وادي البيضتين اهو، وادي الفلفل والملح. ان شاء الله لما نعمله لكم الناس تعرفوا، في ناس ما تعرفوش، لكن هو ده اسمه الكشك الصعيدي. في كشك تاني الناس بتعمله بالفراخ، في كشك بيعمله باللحمة، وكل نوع بيتعمل شكل، بس ده صعيدي بيتعمل ويتفرد زي ما انتم شايفين كده اهو. ده بيتفرد كده، نحط عليه المية السخنة ويتفرد كده اهوت ويفك. وبعد كده هتعمليه وهتحطي الزبدة، وبعد كده تقلبيه بالزبدة وتحطي البيض والفلفل والملح. ان شاء الله الانسان ما يحكمش على حاجة الا ما يجربها ويشوفها باذن الله. الكشك الصعيدي ده اكتر الناس ما تعرفوش واكتر الناس مش بتعمل، بس لو هي جربته هيبقى صحن جميل ومفيد، وفي كل وقت تاكليه. ممكن برضه تاكليه على الفطار في رمضان، ممكن تاكليه في اي وقت، يعني خفيف وحلو ان شاء الله، وهيعجبكم باذن الله. ودلوقتي هنروح على المطبخ عشان ايه؟ نعمل الكشك اهو زي ما انتوا شايفينه. نغسله ونحط عليه ميه عشان يفك، وبعد كده هنحط الزبده، هنقلبه ونحط البيض عليه والفلفل والملح. ودلوقتي هنحط الزبده زي ما انتوا شايفين كده في الطاسه اهي الزبده. وطبعا انتوا شايفين الكشك اهو، حطيته دقيقة في المية الدافية اهو زي ما انتوا شايفين. حطيته دقيقة في المية الدافية واتفرد كده، بتشوفوا كده عامل زي ايه الغلة، واتفرد وبقى جميل اهو. وايه، ولما تقدح الزبدة كده هنحطه بإذن الله كده أول ما الزبدة ايه تقدح. وزي ما انتوا شايفين هفضي الكشك اهو كلها زي ما انتوا شايفين كده، هفضيه اهو. وهنقلبه بقى معانا كده زي ما انتوا شايفين، كام تقليبه كده حلوه عشان ايه؟ عشان يستوي كده. ما نحط البيض يبقى مستوي حلو اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. بقلب عليه ايه، بقلب الكشك كده في الزبده عشان يبقى ايه كله اتشرب بالزبده كده اهو. شويه كده عشان ايه؟ عشان ايه يتشرب بالزبده ويبقى ايه حلو ان شاء الله زي ما انتوا شايفينه كده اهو بالزبده اهو. انا بقلبه شويه كده بالزبده عشان يبقى ايه حلو ويخش مع البيض الفلفل والملح زي ما انتوا شايفين اهو. زي ما انتوا شايفين الكشك اهو اتحمر اهو حلو وجميل اهو. هنحط عليه ايه البيضتين اللي انا بعملهم ان شاء الله. دي بيضه، وادي ايه البيضه التانية اهي اهي. بيضتين اهم عليه، وهنا ايه الملح اهي والفلفل اهو. طبعا هنقلب بقى البيضة عليها كده زي ما انتوا شايفين اهو. البيضة اهو عليه الكشك اهو، بتقلب بالبيض وبالزبدة والملح والفلفل. ان شاء الله هيعجبكم، هيبقى جميل وهتعملوه ان شاء الله اهو. بس البيض يستوي بقى كده فيه اهو جميل اهو زي ما انتوا شايفينه كده اهو.
هو حلو، بيتعمل على الفطار، على الغدا، كل وقت بيتاكل عشان سهل، مش تقيل ولا حاجة، سهل في كل حاجة الحمد لله. اللي عنده 2 كشكتين وبيضة ممكن يعملها، يعني زي ما انتوا عايزين. بص الكشك اهو، زي ما انتوا شايفين كده اهو البيض استوى، وزي ما انتوا شايفين كده الكشك اهو اتعمل قدامكم جميل، وملكوش على ريحته وجمال الزبدة فيه، وريحته جميلة، وهو طعمه لذيذ كمان. لما تعملوه ما تحكموش عليه، لما تعملوه وتجربوه وتدوقوه ان شاء الله هيعجبكم، وهو طعمه جميل وخفيف وحلو، وان شاء الله يعجبكم وتعملوه يعجبكم. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.